السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات ومتابعين في الدنيا، متابعيني حكايات اليوتيوب، أهلا وسهلا بيكم على قناتي. دي قناة نقد وأنا غادة. أهلا وسهلا بيكم، برحب بكل مشترك جديد عندي، أهلا وسهلا بيك. برحب بكل مشتركة، نورتيني. برحب بكل حد قلبه أبيض وعمل لي تعليق فيديو جديد ورياكت جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وندعو لأهل غزة بالنصر يا رب العالمين والتمكين، اللهم آمين. انا طالبه الدعم للقناه، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اهلا وسهلا. النهارده فيديو جديد ورياكت جديد عن المستشار مرتضى منصور باعت رساله على تويتر لاحمد موسى. طبعا كلنا يا جماعه شفنا احمد موسى الاسبوع اللي فات عامل حلقات كامله، يعني الحلقه كامله كلها عن سوريا، وازاي سوريا انحضرت، وازاي سوريا بقت ارهابيين، وازاي احمد الشرع الرئيس السوري ارهابي، وازاي زي السكر في الشاي يا احمد يا موسى. والله عارف ازاي زي السكر في الشاي. احمد موسى معرض كل الانظمه، احمد موسى جزمة كل الأنظمة، جزمة كل العصور. أحمد موسى المعرض الأصيل اللي كل ما نشوفه نحس بالتعريض الجميل، الزمن الجميل للتعريض. والله زمن جميل. طلع علينا وزعلان قوي على سوريا وضرب سوريا، وان ولاد العم ضربوا سوريا وضربوا وزارة الدفاع السورية وضربوا القصر الجمهوري الرئاسي، وازاي هم ارهابيين، وازاي الشعب السوري وصل سوريا لهذه المرحلة. طبعا هو بيتكلم عن الثورة السورية، وازاي بشار مشي المجرم، بشار مشي الصهيوني المجرم، بشار مشي، وبيتحدث عن سوريا. انت مفكر الشعب السوري ايه يا حبيبي؟ مصريين؟ لا لا لا، ده سوريين. 14 سنة بيضحوا لبلدهم. مرتضى منصور والمستشار مرتضى منصور بيقول: أرجو أن يخجل أحمد موسى ويتوارى بعد أن انكشف حجم التهويل والتضليل الذي يقوم به طوال الأسبوع الماضي، مدعيا أن أحمد الشرع الرئيس السوري هو أداة في يد إسرائيل وأمريكا. السؤال الآن: ما رأيك؟ ما رأيك يا مخبر بعد أن شاهدنا القصف الإسرائيلي بدعم أمريكي لقصر الرئاسة السورية ووزارة الدفاع السورية في دمشق؟ هل ما زلت مصرا على ذلك؟ من المؤسف أن نراك تتدخل في دولة شقيقة وتسببت في الحرج للدولة المصرية، مما يؤثر على علاقتنا بالأشقاء سوريا. من ينصبك للتحدث باسم الشعب المصري؟ أنت لا تمثل إلا نفسك. أحمد يا موسى، مرتضى منصور بيقولك اخجل من نفسك، وأنا كمان والله، وأنا لا أمثل إلا نفسي ولا أتحدث عن الشعب المصري. هم يردوا عليك في التعليقات. الشعب المصري له لسان ويتكلم، هم يردوا عليك في التعليقات. اسبوع كامل منصب نفسك لهجوم سوريا واحمد الشرع الرئيس اللي الناس جابته. ارهابي ارهابي. طب لو احمد الشرع يا جماعه ارهابي، كانت امريكا واسرائيل ضربت القصر الجمهوري اللي هو موجود فيه او بجنبه او قريب منه، وضربت وزاره الدفاع السوريه؟ ما هو بالعقل يعني القصف الإسرائيلي لو كان موالي ليهم أو لو كان عميل ليهم ما كانش اتضربت وزارة الدفاع ولا القصر الجمهوري. لو كان عميل لإسرائيل أو كان إرهابي زي ما أحمد موسى عايز يوصل لنا إن رئيس سوريا إرهابي، ما كانش اتضربت، بالعكس ده كانوا دعموا. صح كده؟ فعلا هو زي المستشار مرتضى منصور ما بيقول، لو كان هو عميل او عميل لاسرائيل وامريكا ما كانتش اتضربت، كان على الاقل حافظوا على وجوده. انما هم دلوقتي سوريا اتضربت بايد مين؟ بايد اسرائيل؟ لا، بايد امريكا. فطبعا يعني احنا شايفين كذب احمد موسى ظاهر. يعني الكذب وصل لك يا احمد يا موسى، والتعريض واصل لسوريا. ما كفايه هي مصر اثرت معاك في حاجه؟
مصر كبيرة ما شاء الله، وانت بتعرض ليل ونهار في ايه؟ بتطبل ليل ونهار. وصلت لسوريا، التعريض وصل سوريا. انت مالك ومال سوريا؟ انت انت كمان مالك ومال الشعب المصري؟ انت ما تتكلمش باسم الشعب المصري، انت ما تتكلمش باسم الشعب المصري، اتكلم باسم نفسك. انت لا تملك الا نفسك. ما تتكلمش وتقول المصريين، ما تتكلمش باسم الشعب المصري. لا يحق لك ان تتكلم حتى عن الشعب السوري وعن رئيس الشعب السوري. دي دولة شقيقة وفي تعاملات بيننا وبينها وفي علاقات بيننا وبينها، اللي هو ازاي يعني؟ بجد مذيع لا يمثل إلا نفسه، مذيع واجهة سيئة للإعلام المصري. بنطلب كلنا إقالة، توقيف، زي ما توقف برنامج لميس الحديدي وإبراهيم عيسى، عايزين نوقف برنامج أحمد موسى. وقف برنامج أحمد موسى. أحمد موسى الكذاب، أحمد موسى المعرض، أحمد موسى المنافق. والله العظيم هذه الصفات قليلة عليه، الصفات دي قليلة عليه. وعجباني كلمة مرتضى منصور قوي، المستشار مرتضى منصور له عجباني جدا. عليه انه يخجل من نفسه، من كذبه. انتوا معايا ولا مش معايا؟ عندي حق ولا مش عندي حق؟ اكتبوا لي في التعليقات. ما بحبش اطول عليكم، توحشوني جدا من فيديو للتاني. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، لايك للفيديو لو عجبكم. توحشوني جدا جدا، بحبكم جدا جدا. مع السلامة.